السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في الفيديو زوين. اليوم غادي ندير لاباط البيتزا اللي كتجي واعره وزوينه بزاف. كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا. المهم المقادير ديالها ساهلين. عندي هنا نص كيلو ديال الفرص ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، ومعلقه ديال السنيده، ومعلقه صغيره ديال الملحه، وواحد الحكه ديال الزعتر اللي هي هكا القياس اللي كنتوما كتبغيو، ولا ما بغيتوش ما ديروش كاع. وعندي هنايا نص خماره حمراء، يعني بحيث عندي غير نص كيلو ديال الدقيق، ولكن اللي كان كيلو ديروا خماره كامله. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت مخلط بالمائده وزيت العود. عندي هنا 4 المعلقات ديال الخل انا كيعجبني ندخل الخل في هذه العجينه، كتجي عجينه خطيره بالخل، كيهشها واحد الهشوه، كيعطي واحد الهشوشيه رائعه. المهم عجنت بميها دافيه، غير بما تجمعات ليا العجينه راه ما كتستحق لا عليك لا والو، حديت نديها ونجيبها واحد 2 مرات بين يديا وكتخليوها كتخمر. كما كتشوفوا عادي عجنتها عاديه. مهم جمعتها بهذيك المعلقه، ومن بعد غادي ندخل يديا ضروري خصها شويه عليك واحد شويه، صافي كنجمعها بين يديا بهذه الطريقه. عجينتها راه كتجي ساهله ورطبه اصلا، حيت ملي كنديروا ديك شويه ديال الزيت وداك الخل كيهشش العجينه، كيخليها هشيشه، كيخليها رطبه. يعني واخا بلا ما تعلكوها صافي ديروا لها غير هكا وتخليوها ترتاح واحد نص ساعه وترجعوا ليها، راه مزيان. انا بالنسبه ليا كتعجبني عليك كندخلها، ما نخليهاش محببه، غير ما تبقاش العجينه محبه قبل عينيا صافي كنجمعها كيف ما كتشوفوا. عليك حتى واحد العلكه خفيفه صافي ديها وجيبيها بين يديك هكا واحد شويه صافي، وغتجمعيها بهذه الطريقه هذه. شفتيها غير تتجمع العجينه معايا صافي. كنديرها في ديك البانيو وتنخليها ترتاح حتى كتطلع فيها الخميره، يعني تبدا تخمر هكا. يعني الا ما كانش عندكم الوقت خليوها تقريبا واحد 15 دقيقه وبداو تخدموا بها. عندكم الوقت خليوها تخمر كاع ماشي مشكل، واخا تلقاوها فات فيها الخميره تهبطوها عادي. المهم ديك نص كيلو انا كنقسمو على جوج. شي عجينه ملي كتخليوها ترتاح كتولي عجينه واعره، كتولي كتحمق. المهم غنطلقها هي هاد العجينه هادي راها كتنفخ، يعني خصنا نديروها صغيره. عرفتي الرق ديالها بحال اش غادي يجي بحال هذا داك بسكوي اللي كناخذو من الحانوت. الرق ديال تقريبا كتجي غلط شويه من ديك صابلي ديال اللي كيجي هكا سميتو هيرنيس ولا صابلي، بحال صابلي كتجي الغول ديال صابلي ولا غلط منها شويه كيكه ديال صابلي. صافي كنتقبها كما كتشوفوا باش ما تجيش، حيت ديالها اصلا سبحان الله العظيم كتنفخ. غنجيب شي غلاقه ديال الشكلاط ونقطعها ولا شي قطعه هكا حاده، وغادي نقطعها وغنجمعها. غنجمعهم ونحطهم في صينيه حتى نجمع واحد الكميه كبيره، عاد نشعل عليهم المقله كيف ما كتشوفوا معايا. مهم عذباتني هاد الغلاقه حيت داك هذا ما لقيتوش اللي كنقطع به، ما عرفتش فين مشى ليا، واش لحتو ما انتبهتش. داكشي علاش ما لقيتش باش نقطع، وجبت هاد الغلاقه تقبتها وبديت كنصايب بها. انا رشت الصوينيه هكا بشويه دقيق وغنبدا نحط فيها حتى نجمع الكميه كامله. عاد نشعل المقله راه عندي كتسخن دابا حاليا، شعل على عافيه مهيله. غنطيبها غير على المقله ديال الحرشه، ما غاديش نديرها لا في الفران لا والو، يعني ما كتاخذش الوقت نهائيا. يعني تبقى حتى لاخر لحظه وتنوضي توجديها وتحطيها كتجي غزاله وتحميره الوجه. المهم غنعاود الكميه الثانيه كيف ما شفتوا معايا، تنجمع واحد الكميه. المهم انا جمعت واحد الكميه اللي هي كبيره. شو الرق ديالها كيجي بحال صابلي، ديك صابلي ديال الدرهم، الرق ديالها كتجي رقيقه. وشفتي انا سخنت المقيله هنايا وحاولت هكا سميتو نوريكم كيفاش شحال كتبقى فوق المقله. يعني العافيه تكون مهيله، ما تجهدوش عليها العافيه وخليوها هي غدا تطلع. يلا كتبدا تطلع صافي كتبداو تقلبوها، ما تخليوهاش تاخذ اللون نهائيا. يعني غير تبدا تبان لكم هكا العجينه كتبدل اللون ديالها صافي تجمعات، صافي كتهزوها هيك تنشف. حنا باقي عندنا بها الغرض اننا نطيبوها مازال في الفران وهي معمره. وهاد العجينه ما كتبغيش طيب بزاف، الا طابت بزاف كتجي قاصحه. هذه لاباط اللي كلشي تيدوقها، اللي ما كاينش اللي ما دقاش وما عجباتوش وما خداش لا غوسيط. المهم كما كتشوفوا انا هكا كندير، غير كنخليهم غير كيتشمعوا ليا بحال داك كناخذهم من برا ما مزنقه بحال هكاك، كتجي رطبه وهشيشه. صافي وغنديرهم على شي زويف هكا، نفرش لهم شي منيديل ونخليهم يبردوا.
انا حتى نكمل عاد غنفرش لهم من اليدين ونخليهم يبردوا تماما عاد نجمعهم. شوفوا كيف كتجي، شتي غير كنشمع اللون كنحطها، ما كنحمرهمش كاع. وفي المقله دغيا تتوجد معكم، دغيا 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 تقدروا ديروا واحد الكميه اللي هي كبيره فرمشة عين، يعني ما كاملاش نص ساعه كتكونوا ساليتوها. شو انا كنحطها وين كتنفخ، يعني كنحطها بواحد الرق شويه كنلقاها طلعات. الا لاحظتوا معايا راكم كيفاش كنحطها، راه كتحط راه شويه كتبدا تبان لكم، شوفوا شحال رقيقه كتبان لكم، رقيقه في المقله شويه تبدا تبان لكم غدا وكتنفخ وكتكبر. ها نتوما كيفاش كتجي، شتي لاباط كتجي هانت عاديه بيضه، ما يعني ماشي شي لاباط محمره ولا شي حاجه. ايوا صافي غادي نكفي هذا المشكل هذا كامل ان شاء الله، نحيد هذا الشيء كتجي يلاه هكا، ماشي مشكله تنمشات لكم شويه راه ماشي مشكل، ولكن المهم كتبقى هكا فهاد الكميه هادي بيضه، يعني ما كتجيش محمره، بحيث باقي غنعمروها بلا صوص وداكشي ديالها وغندخلوها للفران. يعني خصها الكميه فاش انا توقف كتجي رائعه وزوينه. كنتمنى الفيديو يعجبكم، انا عمرت شي وحدين درتهم شونتيو باش تشوفوهم. كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنىكم تجربوا الفيديو يعجبكم وتخليوا لي لايك وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. السلام عليكم، الى اللقاء.